وانت معدي في السكه كده وانت بتقارب ما بين المستقبل سيتي والتجمع السادس، هيقابلك خبرين هتقف عندهم شويه. اعمار في المستقبل سيتي، كذلك في خبر لسه مش مؤكد بوجود ماجد الفطيم في المستقبل سيتي. بالتاكيد ده هيدي رونق وقوه للمستقبل سيتي، بس لازم تاخد بالك ان المستقبل سيتي ده مشروع بادئ من 2015، وحتى الان انا شايف ان كان المفروض يكون في احسن من كده. اما بالنسبه للتجمع السادس فهو مكان مستحدث لسه جديد، ما ينفعش يتقارن بالمستقبل سيتي. المستقبل سيتي مكان تعيش فيه وتستثمر، بس تقدر تعيش فيه اسرع مقارنه بالتجمع السادس اللي يعتبر بيور انفستمنت خالص، تقدر تستثمر فيه على مدى بعيد. وزي ما احنا متفقين مفيش استثمار 6 شهور و3 شهور والكلام ده، اقل استثمار النهارده من سنه ونص لسنتين وانت طالع. فيا ريت وانت بتشتري سواء في المستقبل او في التجمع السادس تراعي طلبك واحتياجك ورغبتك، وتشوف انت بتدور على ايه بالظبط، ويكون معاك حد فاهم ويوجهك. ولو محتاج نصيحتي او محتاج تسالني على اي تفصيله في المستقبل او في التجمع السادس، رقمي موجود، كلمني في اي وقت وانا هرد عليك.